شفتوا كام عربية حمراء النهاردة؟ عمركم ركزتوا؟ حلقة جديدة من وانت نازل الصبح، معاكم محمد إبراهيم. النهاردة الحد، بتمنى لكم فعلا يوم جميل. والسؤال بيقول شفتوا كام عربية حمراء النهاردة؟ هتقول لي ده السؤال، اقول لك ده السؤال. طب ايه موضوع السؤال ده؟ وهل انا فعلا عايز اعرف انتوا شفتوا كام عربية حمراء النهاردة ولا لا؟ لا بصراحة انا مش عايز اعرف، ولكن السؤال ده هو عبارة عن نظرية العربية الحمراء. بصراحة انا دورت، يعني هل النظرية دي ليها اساس؟ هل في مثلا حاجة في التاريخ اتقالت؟ هل ما لقيتش بصراحة. ولكن يعني ناس كتير قوي ورواد اعمال كتير وناس بتشتغل في مجالات مختلفة ابتدت ان هي يعني ترددها، وابتدت ان هي تنشرها وتتكلم عنها. طب هي ايه النظرية دي عشان نفهم اكتر؟ السؤال بيقول انت شفت كام عربية حمراء النهاردة؟ فبالتالي احنا كلنا هنقول ايه؟ احنا والله ما ركزناش، معرفش، شفت عربيات اشكال والوان وموتوسيكلات وحاجات، ما اكيد مش هركز يعني اشمعنى العربيه الحمراء. فالنظريه دي بتقول ماذا لو انا قلت لك طب والله يا محمد، مع كل عربيه حمراء هتاخد بالك منها او ترصدها انا هديك مثلا 1000 جنيه مثلا يعني. فطبعا لا بقى، الموضوع هنا اختلف. لو شفت لي 5-6 عربيات في اليوم حلوين، 6000 جنيه في اليوم مرضية. فطبعا الوضع مختلف. فيجي هنا او تيجي هنا النقطة، او يجي المورال بقى او الكونكلوجن او الاستنتاج او ايا كان يعني المقصود من من النظرية دي. وهو ايه؟ ان انت والله حضرتك كلنا قدامنا فرص وحوالين مننا فرص مختلفة، يعني فرص في الشغل، فرص في العلاقات، في الشخصيات، في القرارات اللي بناخدها كل يوم. في فرص كتير قوي، فرص فعلا قيمة، فرص قادرة تغير حياتنا، قرارات لو خدناها هتنقلنا نقلة تانية، حاجات لو عملناها هتودينا في مكان تاني. بس احنا للأسف ما بناخدش بالنا منها، ما بنركزش. عادي، ايه يعني؟ عادي، فرصة معدية، صباح الفل، عادي، مش مشكلة يعني، عادي، هيجي غيرها كتير. قرار كنت ممكن تاخده او حاجة كنت ممكن تعملها، عادي، مش مهم النهاردة، بكرة، بعدين. الحاجات دي بتطلع مننا غصب عننا بسبب الضغط. على فكرة احنا كلنا معذورين، يعني انا عذرك على فكرة، انا مش جاي اضايقك او مش جاي اضايقكم، انا عذركم جدا، لان كلنا كده او كلنا في نفس في نفس الموضوع ده يعني. ولكن لا، تعالوا نرصد ونفكر ونشوف الفرص اللي موجودة حوالينا. في قرارات كتير جدا زي ما قلت لكم، لو خدناها هتغير حياتنا وهتعمل لنا حاجات احسن بكتير وهتوصلنا اللي احنا بندور عليه. ولكن احنا لازم نشوف او لازم نحط في بالنا ان انا والله انا هدفي ان انا الاقي فرصة احسن، او هدفي ان انا ابحث في الفرص اللي حواليا، او ان انا احللها، او ان انا اقف على الاقل عندها اخد بالي منها. انت لما هتركز على العربية الحمراء اللي هي الفرصة يعني، هتبدأ تقول الله، طب ما في عربيات حمراء تانية، او ايه ده، طب ما في عربية حمراء اهي وموجودة اهي قدامي، وحد تاني بيقول لي لا مش هديك 1000 جنيه، هديك 1500 او 2000 جنيه. ايه ده يعني؟ في فرص احسن من فرص؟ ده انت كده بدأت تقارن. فانت لو خدت بالك من الفرص الموجودة هتاخد بالك من عددها، هل هي كتيرة هل هي قليلة، وهناخد بالنا من تقييمنا بقى ليها. انت هتحط الفرصة دي فين؟ الفرصة دي تاخد 10/10 ولا 8/10 ولا 9، يعني مميزاتها ايه، عيوبها ايه، اللي هو لما بنيجي نفكر في موضوع او نفكر في قرار احنا بنقعد نديله درجات، بنقول والله انا هنا هستفيد كده، وهنا هخسر كده، وهنا هعمل كده، ودي كسبانه ولا مش كسبانه. ما احنا بنقعد نعمل ده، بس بنعمل ده امتى؟ بنعمل ده لما نفكر في الحاجه. فخلاص تعالوا بقى نتفق مع بعض اتفاق، احنا من هنا ورايح الفرص اللي حوالينا لازم فعلا نركز فيها، وما نقولش ما الفرص كتير، هي رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. عادي ممكن يبقى في فرصة انت شايفها ان هي حاجة يعني واو رهيبة ويطلع لا، وممكن حاجة تانية شايفينها ان هي لا بعيد، او ان هي يعني مش هتوصلنا لحاجة، وسبحان الله يطلع هي اللي فيها الخير كله يعني. بتمنى لكم اسبوع جميل، وبتمنى الحلقة النهاردة تكون عجبتكم. وتاني انا بجد مبسوط جدا بكل التعليقات والمشاركات اللي بتجيلي، فبتمنى من كل حد بيسمع الحلقة ان هو يعلق معانا ويشارك معانا ويقول لنا رأيه، وكمان تقترحوا علينا مواضيع نتكلم فيها. كان معاكم محمد إبراهيم، حلقة جديدة يوم الثلاث. السلام عليكم.